السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض العيش السن او العيش الرده. طريقته سهله جدا وبسيطه بثلاث مكونات بس، ثلاث مكونات اساسيه. بجد حلو جدا جدا وطعمه بجد في منتهى الجمال. معايا كوبايه رده وكوبايه دقيق، معلقه كبيره حليب بودر، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره خميره، ذره ملح. دي كلها المكونات اللي معانا. جبت كده في البولة بتاعتي وهحط كوباية رد. الكوباية رده ناعمة تكون منخولة كويس جدا، وكمان هحط عليها كوباية دقيق، وطبعا الدقيق بتاعنا منخول. وهحط بقى الحليب البودر والخميرة والسكر والملح. نتأكد طبعا ان الخميرة بتاعتنا نشطة قبل ما نحطها. لو مش متأكدين، في نص كوباية مية ومعلقة صغيرة من السكر، وهنقلبهم ونسيبهم في جنب. معايا كده نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتخلي العجين يخمر كويس، وكمان بيخليه هش جدا. ممكن نستغنى عنها ونبدله بنص معلقة كبيرة من الخل. كده تمام. المكونات الجافة كلها معايا كويس جدا. هقلبها بقى مع بعض. يعني عيش مفيش اسهل منه، حلو جدا جدا. وكمان البنات اللي بتبيع اونلاين ممكن تنفع معاهم. مكوناته سهله جدا ومتوفره في كل بيت. بجد حلو وكمان صحي ومفيد، حلو جدا. قلبت المكونات بتاعتي الجافه مع بعضها، وبعد كده نزلت بكوبايه من الميه. لا ميه سخنه ولا ميه ساقعه قوي، يعني ميه عاديه. افضل بقى اقلب المكونات بتاعتي، وبعد كده هعجن فيها كويس جدا لمدة لا تقل عن 10 دقايق، لحد ما الجلوتين بتاع العجينة يكون باين ويظهر العجينة عرق كده معايا. حابة افكركم، لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وكمان تسيبولي كومنت حلو. المكونات بتاعتنا النهاردة هنقولها تاني: كوباية كبيرة من الردة طبعا منخولة وناعمة جدا، وكمان كوباية من الدقيق الفاخر. انا حاطة كوباية ردة لكوباية دقيق. ممكن نحط نص كوباية ردة لكوباية ونص من الدقيق براحتكم. كمان حطينا معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخمير، معلقة كبيرة من الحليب البودر وده اختياري ممكن نستغنى عنه، معلقة صغيرة من الخميرة، ذرة ملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وكمان زودت دلوقتي معلقة صغيرة من الخل بيخليها هش جدا. هفضل بقى مستمرة في العجن لحد ما يلم خالص معايا. هو كده نضف البولة كويس جدا، وطبعا لسه مستمرة في العجن. معايا بقى كده الزيت بتاعي، حطيت معلقة كبيرة بس، وكمان هفضل اعجن فيه. ودي كده المكونات بتاعتنا كلها سهلة جدا وبسيطة، بجد حلو جدا وهيعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات، وهسيب لكم لينك جروب الفيس ان شاء الله تنزلوا وصفاتكم عليه. لمت معايا وبقت حلوة جدا. طبعا المكونات الاساسيه فيه الدقيق والخميره والميه، 3 مكونات اساسيه. حابه تحط سكر تمام. الحليب البودر طبعا اختياري، البيكنج باودر اختياري. نزلتها كده على الرخامه، وحطيت حبه صغيرين خالص من الدقيق، وهبدا اللي انا مستمره في العجن فيها لحد ما تبقى مطاطيه معايا وحلوه جدا.
لازم اي عجينة سواء فينو سواء اي عجينة فطاير لازم تتعجن كده كويس جدا على الرخامة علشان ما تفرولش معانا. ناس كتير قالت لي لما الفينو او الفطاير بتبات برا بتقعد لتاني يوم بتفرول. السبب انهم ما بيعجنوش العجينة جامد، وكمان الدقيق نوع الدقيق ليه عامل مهم جدا، لازم يكون دقيق خاص بالمخبوزات علشان الدقيق الكحك والبسكوت ليه دقيق مخصص للكحك والبسكوت مفيش فيه الجلوتين. معايا كده بقى انا حطيتها في البولة، لميتها كويس جدا وحطيتها في البولة، وكمان معايا الاسترتش، وهسيبها بقى تختمر لمدة نص ساعة في الصيف، وكمان ساعة في الشتاء. بعد ما اختمرت وهقول لكم اختمرت ازاي. شايفين هي كده اختمرت حلوة جدا. على الرخامة بقى هرش دقيق ورده، هبدأ بقى اللي انا احط على ايدي كده دقيق ورده، وهبدأ اللي انا اكور العجين بالحجم اللي انا عايزاه. كل مرة لازم اعكي ايدي دقيق ورده علشان تبقى متساوية معايا وما تلزقش في ايدي. شايفين وانا بكورها تطلع متساوية جدا وحلوة قوي. حابة افكركم اللي اول مرة يشوف قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة ويفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم اشعارات بكل جديد، وكمان ما تنسوش تسيبولي كومنت حلو. اخلص بقى الكمية كلها اللي معايا بنفس الطريقة. طبعا كوبايتين دقيق يعني عملوا معايا هنشوف دلوقتي كام رغيف حلو جدا جدا، وكمان ما خدش مننا وقت ولا مجهود خالص. اي حد ممكن يعمله كده وهو واقف في المطبخ في نص ساعة، مش هياخد وقت خالص. خلص بقى الكمية كلها اللي معايا. بعد ما خلصت الكمية كلها معايا ردة ودقيق، هبدأ بقى اللي انا اغطيها كلها بالردة والدقيق بالمنظر ده. طبعا الكوبايتين دقيق وردة عملوا لي 13 رغيف من العيش الردة او العيش السن. حلو جدا جدا وموفر قوي، احلى من اللي احنا بنجيبه من بره. طبعا عايزين تكبروا الحجم عن كده تمام كبروه، عايزين تصغروا عن كده براحتكم. بعد ما سبتها 10 دقايق تختمر تاني علشان اعرف افردها، بدأت بقى اللي انا افرد فيها كده بالمردانة. شايفينها حلوة جدا، بتتفرد معايا بكل سهولة لان واخدة حقها من التخمير. شايفين حلوة جدا جدا، وكمان السمك بتاعها حلو قوي ولسه هتختمر. هحطها بقى على فوطة مطبخ لمدة نص ساعة، وهبدأ ان انا اشغل الفرن سواء فرن البوتاجاز او فرن الخبيز بتاعنا. ممكن كمان نحطها في طاسة على النار على البوتاجاز من فوق، هتبقى حلوة جدا وهتبقى زي الفل. لازم نكتر دقيق وردة تحتها
تحت العجين واحنا بنفرد فيه كده. خلص بقى الكمية كلها اللي معايا بنفس الطريقة واحطها على فوطة مطبخ تختمر لمدة نص ساعة، وبعد كده هبدأ اللي انا ادخلها الفرن. وقبل ما ادخلها الفرن ارش وشها ببخاخة مية بيطلع وشه حلو جدا. كده حطيته في الصاجان وهبدأ بقى اللي انا ادخله الفرن، سواء فرن البوتاجاز او فرن الخبيز بتاعنا، او ممكن نحطه على البوتاجاز من فوق. دي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب الوصفة تنال اعجابكم. كانت معكم شيماء من قناة فن وذوق مع شيماء، والى اللقاء في وصفة قادمة.